اهلا وسهلا بحضراتكم، وزي ما وعدت حضراتكم اخبار ناريه ومن العيار التقيل. 4 اخبار ناريه، وهنبدا باول خبر معانا. فرمان الخطيب يفاجئ كولر ميزانيه محدده تحسم صفقه مهاجم الاهلي الجديد. كمان عندنا مفاجاه كبيره جدا قبل المباراه، كولر يجهز مفاجاه لجماهير الاهلي في مباراه السوبر المصري. عمر سيد معوض نجم الاهلي ومن ناشئي الاهلي للاحتراف الاوروبي دون اللعب في الفريق الاول، دي حاجه عظمه جدا جدا. قائمه النادي الاهلي في رحلته لخوض مباريات السوبر المصري. في البدايه بعد اذنكم اعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. اول خبر معانا النهارده هو كولر والخطيب وضع فرمان جديد او خط سير جديد للصفقه الجديده اللي النادي الاهلي المفروض يحسمها. كولر قال الميزانيه بتاعه النادي الاهلي عشان البنك المركزي مش قادر يدينا كميه الدولارات اللي احنا محتاجينها بسبب الازمه اللي حاصله في البلد اليومين دول، فكولر قال عندي خطه جديده هو والخطيب. الخطيب قال خلاص انا عندي رواتب شهريه بالدولار وعندي صفقات عايز اعملها، فهنحط ميزانيه محدده ما تزيدش عنها 1,500,000 دولار حد ادنى، حد اقصى 2 مليون دولار. دي الصفقه اللي اتكلم عنها الخطيب، ودي الميزانيه اللي قالها الخطيب في الوقت ده. بصراحه هو قرار 10/10 وفي وقته قرار مناسب، وفي ظل ان الاهلي بيضغط عليه وانتوا عارفين الضغط بيجي منين. فقرار بامانه انت حكيم جدا، وبصراحه الخطيب قرار في الجول. يلا بقى يا كابتن كولر اسخن شويه وهات لنا صفقات تكون ناريه ومن العيار التقيل، الله يبارك لك. كولر يجهز مفاجاه لجمهور النادي الاهلي قبل مباراه سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري. ايه هي المفاجاه؟ الاعلام اللي كل شويه يطلع يفرقع لنا بلالين ويخبط لنا في الجو، واعلام زي ما انتم عارفين محدش يطلع يقول الصراحه. كل اللي بيطلع بيجامل، وكل اللي بيطلع بيخبط في اي كلام وخلاص. ده اللي خلى كولر النهارده على تويتر، على الموقع الرسمي او الصفحه الرسميه الخاصه بيه، الحساب الرسمي بتاعه، قال اشرف داري جاهز وبنسبه 100%. اشرف داري ده اللي كله اتكلم عنه، اعلام وصحافه وكل المواقع اتكلمت عن اشرف داري مش هيكون مشارك في مباريات السوبر المصري. لا، اشرف داري مشارك خلاص ومفيش اي مشاكل. وكمان امام عاشور، الناس اللي قالت امام عاشور، النهارده محامي امام عاشور طلع واتكلم على الهوا وقال مفيش اي جواب او اي خطاب بايقاف امام عاشور من السفر، والقضيه بتاعته يوم 19 اكتوبر مش لازم امام عاشور يحضرها لانها من الدرجه الاولى، وكمان قضيه جنحه ما ينفعش كمان تاجله او تاخره عن السفر. طيب ايه بقى المفاجاه اللي تقعد من هنا للصبح بقى؟ ايه، عايز تجيب كوبايه شاي وتقعد تقرا الخبر ده اكتر من 100 مره. ريال بيتس الاسباني، تخيلوا ريال بيتس الاسباني يضم ناشئ النادي الاهلي دون اللعب للفريق الاول عمر سيد معوض. بامانه خبر يفرح، خبر كده ايه يبسطك جدا. هو اللي احنا بنسمعه بجد ريال بيتس لعمر سيد معوض اللي مش ظاهر اصلا على الشاشات في ناشئي النادي الاهلي، ده اللي يثبت لك ان العين على الاهلي حتى في ناشئينه. والكلام اللي بقوله اتحاسب عليه قدام ربنا، كل العيون مبحلقه اتجاه الاهلي، سواء هتاخد منها صفقات او هتديها او لعيبه جديده عايزه تشارك في الاهلي، كل العين على الاهلي. شكرا جدا لمدرب ناشئي الاهلي على ظهور الامكانيه الجميله عمر سيد معوض. ويلا نروح للخبر الثاني. قائمه النادي الاهلي النهارده. قائمه النادي الاهلي النهارده امام سيراميكا كليوباترا، دي اللي قالها مارسيل كولر اللي هتلعب كمان المباراه يوم 20. القائمه تضم 25 لاعب: 1 محمد الشناوي، 2 مصطفى شوبير، 3 حمزه علاء، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، يوسف ايمن، اشرف داري قلت لكم عليه اهو، يحيى عطيه الله، كريم الدبيس، اكرم توفيق،
مروان عطيه وامام عاشور برضه، عمر السوليه، عمر الساعي، محمد مجدي قفشه، احمد نبيل كوكا، كريم ندفد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا، ووسام ابو علي. دي القائمه اللي ضمت 25 لاعب واللي هيكونوا مشاركين في السوبر المصري في الامارات، واللي نتمنى ان الاهلي يفاجئنا. ما نتفاجئش، احنا نتفاجئ بالاهلي مش نتفاجئ باللي حصل مع الاهلي زي اللي حصل في مباراه السوبر. وبخصوص موضوع المنشطات، النهارده نزل قرار بمعاقبه 3 لعيبه من نادي الزمالك، لكن ما اعلنش عنهم اللي اتخذ منهم عينه التحليل، ولكن كل ده هيكون بعد السوبر المصري. طبعا النتيجه بتاعت السوبر الافريقي اتحسمت خلاص، مفيش اي حاجه هتغير النتيجه مهما كانت، ولكن اللي هيتغير هتكون في عقوبه على النادي، عقوبه على اللعيبه، غير كده مش هيكون. يعني بطوله مقابل ايقاف مش هتفرق، البطولات كلها متاخده في الاونطه. ما تنسوش قبل ما نطلع من الفيديو لايك واشتراك في القناه وتفعيل جرس الاشعارات. الى اللقاء في فيديو اخر.